مساء الخير. اليوم حبيت نشارك معكم هذه الوصفة بزاف بنينة. هي فطائر ويجيو كبار كما السوفلي، لكن العجينة تاعهم تجي طرية بزاف، تجي في القوام تاع خبز الدار هكذا، والحشوة بنينة بزاف. راح نديرها معكم وهذه الوصفة ما تحتاجش هكذا لي زانغريديون بزاف. ولا اول حاجة نبداو هنا. عندي سكالوب تاعي انا كنت ديجا متبلاتو، كان في الكونجيلاتور، جبته وقطعته على بها تشوفوا شوية أحمر، هذاك راه الفلفل حمار. وعندي هنا حوالي 2 حبات بصلة كبار. وهنا أناني درت كمية عائلية، كمية تكفي تاع 7 أفراد ولا. وتوما تقدروا تتحكموا في الكمية كما تحبوا. وهنا بالنسبة للإضافات اللي تحبوا تزيدوها، أنا درت زيتون أكحل وزيتون أخضر، ودرت دبشة ومعدنوس. وعندي ثاني حبة طماطم كبيرة بزاف. هي السر كامل في الحشوة، قد ما كانت بنينة راح الفطيرة تاعكم تجي بنينة بزاف. وبالنسبة للتوابل فهي اختيارية وش تحبوا تديروا. أنا عندي ملعقة تاع معجون تاع طماطم. بالنسبة للتوابل عندي راس الحانوت، فلفل حمار، ملح، فلفل أكحل وزنجبيل وشوية كزبر. وتقدروا تديروا الهيل، تقدروا تديروا اي تابل توما تفضلوه. هنا ما كانتش عندي الكريم فريش، بدلته بجبن المثلثات. وكان عندي ثاني شوية مايز درته معاه. وهنا الحشو اختياري، انا جربت معكم الافكار هذو، وتقدروا نتوما تتحكموا وتديروا اي حاجة متوفرة في الدار او ولادك يحبوها. اول حاجة نبداو انه نحمروا سكالوب تاعنا في السمن. ومن الاحسن انه تستخدموا السمن، وخاصة بالنسبة للناس اللي يشكي وتقول لك ما كلتي مش بنينة ومنا، حاولي انه تدخلي السمن في الطياب تاعك، وتقدري تخلطيه مع الزيت ولا تستغني على الزيت مرة، راح يمد واحد النكهة بزاف بنينة. ومن بعد ما نحي السكالوب تاعي، خلي البصلة تتكرمل وتدي اللون هذا هو السر تاع لاصوص، انه البصلة تتكرمل، ماشي غير تذبال هكذا شوية، تدي اللون البني هذا. ومن بعد نضيف طماطم والتوابل كاملين على ضربة واحدة. وهنا ما تكثروش كمية الماء، انا كرحيت الطماطم زدت لها شوية ماء، على بها ما زدتش هنا الماء. واللي ريحة الطماطم تاعها هكذا كلها تقدر تزيد. وكما نقولها هذه لاصوص من الاحسن انه يجي قوام تاعها متوسط، ماشي حاشف وماشي جاري. وهنا بعد ما درت الاضافات كاملين، كي نقول لاصوص هكذا برك حين تعرفوها باللي جات بزاف بزاف بنينة. جربوها بالطريقة هذه راح خيال. وهنا عندي حوالي 5 كيسان تاع فرينة، كاس شوية كبير، وتقدري تتحكمي في الكمية، ديري قليل. ونديرو كيما نقولوها ربع الكاس زيت او اقل، وزوج ملاعق تاع خميره متوسطين، وملح. وعندي خل ابيض. وهنا الخل تقدري تستخدمي الخل العادي باش تحسني من هو كمحسن للعجينه. ومن بعد هنا درتهم يتعجنوا، تقدروا تعجنوهم باليد، انه تدخل المكونات في بعضهم برك. ومن بعد راح نشكلهم كويرات هكذا ونخليهم يرتاحوا. ومن الأحسن أنه تخليهم يرتاحوا على 2 مرات. أنا هنا خليت العجينة أول مرة ترتاح مدة قليلة، حوالي 15 دقيقة ولا، وراح تختمر هكذا، مش حتطول، خاصة إذا كانت الكوزينة تاعك دافية، لأنه الفرينة ما تديش وقت بزاف. وهنا راح نشكلهم كويرات هكذا كبار، وتقدروا تديروهم كسوفلي صغير هذا، لكن اختصارا للوقت أنا حبيت نديرهم كفطائر هكذا عملاقة. وتقدروا تقطعوهم كما البيتزا، مثلثات ولا. انتم تتحكموا في الحاجة هذه. ومن بعد نخليهم يرتاحوا مدة 10 دقائق، ولا تقدروا حتى ثم تبداو تخدموا فيهم. هنا رشيت شوية فرينة باش ما يرزقوليش، ونغطيهم باش ما يديروش هذيك الطبقة اليابسة برا ويقعدوا طريين بزاف. ونبداو نحلو فيهم. كما هنا اول حاجة بديت بالهريسة، احنا نحبوهم حارين بزاف ونحبوا النكهة تاع الهريسة فيهم. درت كمية مليحة متاع الهريسة.
من بعدها نبداو نحطو في الحشو تاعنا، ومن الاحسن انه ديروا كميه مليحه. وبالنسبه للحجم هذا الكبير تقدروا ديروه صغير كيما السوفلي ولا مي. هنا راح تحسوا الفرق انه بينه وبين السوفلي انه هذا العجينه تاعو قطنيه بزاف وهشيشه، يعني ما تحسوا لهاش مره وانتم تاكلوا فيها، خفيفه بزاف. على بها قلت لكم تخرج مع الشربه تاع رمضان ولا في بلاصه البوريك هكذا تبدلوا. ومن بعد ديروا اي نوعيه تاع جبن، وتقدروا حتى الحشوه تخلطوا لها ثاني شويه كريمه باش تجي بيضه هكذا، يعني ثاني الطعم تاعها يجي بزاف بنين. يعني تقدروا تتحكموا في الحشو كما تحبوا. انا فضلت انه نديرهم كبار هكذا لانه كما نقولوا اختصار للوقت والجهد خاصه في رمضان. اما خارج رمضان تقدروا ديروهم صغار كما قلت لكم، وتبداو تلويوا بالطريقه هذه الحاشيه يعني. ومن بعد دهنتهم هنا بصفار بيضة، وراح نزيد ندهنهم بشوية صلصة طماطم هذه اللي نشريوها تجي جاهزة باش يدي واحد اللون هكذا أحمر، ويعني أكثر من ذهبي، جاي لون محمر هكذا كما اللي يجي في خبز الدار ولا يجي المذاق تاعو بزاف بزاف بنين. تاني هذه عفسة تقدروا ديروها انه تدهنوا باللاصوص تاع طماطم كي تعود فاضلت لك، ولا راح تمد اللون بزاف هايل. وبالنسبة للناس اللي تحب القرمشة تقدر تزيد في كمية تاع الزيت برك في اللابات. وفي الأخير نتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش نشارك معاكم وصفات أكثر وأكثر.